الأستاذ عبد الله السخراوي مدرب وطني، حاليا مدرب اتحاد طنجة لكرة اليد. ايوا المقابلة كانت صعيبة اليوم لأن الفريقين لا اتحاد طنجة ولا نادي مرتيل جوج بيهم كانت كتفرق لنا حنايا بيناتهم واحد 2 بوان، يعني 2 النقاط، سو كيفي جوج بينا كان عندنا الامل باش نتصدروا المجموعه. والحمد لله وصلنا لهذا الهدف هذا، ولو ان الاهداف كانوا ماشي واسعين، يعني ما كانتش النتيجه واسعه 26 24، لان المقابله كانت فيها النديه وكانت فيها الاندفاع البدني وكانت فيها الخطه، وكل فريق لحنا لهما كنا كنبحثوا على الانتصار. وكتعرف ملي كتكون نديه فريقين بجوج بيهم كيكون الماتش صعيب. والحمد لله اللاعبين ديالنا قاموا بالدور وقاموا باللازم. طبيعه الحال مقابله ديال 60 دقيقه ما كيكونش لو بارفي، لان لو بارفي في الهوند بان كاين لوبوزيسيون كاين لونغاجمون، هادي كيكونوا بعض الاخطاء. والحمد لله في الوقت المناسب من المقابله قدروا اللاعبين ديالنا باش يحاولوا ما امكن يزولوا ديك الاخطاء، ومشاو حتى كانت النتيجه 26 24. الحمد لله في هذه الوضعيه هذه فريق كيتأهل الى مباراه السد، وسنعمل جاهدا لاعبين ومدرب ومكتب مسير باش ننزلوا كل اللوجيستيك من اجل الاستعداد القبلي لمباراه السد. والحمد لله عندنا امل باش نحققوا النتيجه اللي تكون مشرفه لمدينه طنجه الكبرى. والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم سليمان فرج، نائب ثاني ديال الرئيس ديال الهوند اتحاد طنجة. الحمد لله المباراة اليوم كانت صراحة الحماس كبير بين النجم مرتيل واتحاد طنجة، والحمد لله حققنا الفوز بفرق نقطتين بصعوبة، ولكن الحمد لله الأهم حاجة هو تأهلنا للباراج اللي كيخاولنا نطلعوا القسم الوطني الأول العام المقبل إن شاء الله. وديما اي ار تي يا كرة يا هوند يا فولي يا باسكيت حنا معاها في هذه المدينة فاور ليلة، أي رياضة ديالها حنا معاها إن شاء الله. شكرا لكم.